السلام عليكم. طبعا الناس عارفة القناة بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن مساعدة المحتاجين على قد ما بقدر. اول حاجة الف حمد والف شكر ليك يا رب ان ربنا بيستخدمني في العمل الطيب، ومش بيستخدمني انا بس، لا بيستخدم فريق كامل، بس فريق كامل في السر. انا بس اللي ظاهرة في الصورة، لا بس عشان انا اللي بعمل الحاجة وانا اللي بوزعها والكلام دوت، لكن في فريق كامل جزانا وجزاهم وجزا كل اللي بيساعد معايا خير الجزاء يا رب. جزاكم الله الجنة ونعمها. بفضل الله وكرمه احنا قائمين على اطعام وعلى ستر البيوت وعلى سد احتياج الغلابة وحاجات كتيرة قوي، وعلاج وعمليات كتير قوي، وجهاز بنات وحاجات كتيرة قوي. في حاجات كتير مش بعرف اصورها، مش بعرف انزلها بصراحة، بس طبعا اصحابي ملمين بكل المواضيع بكل حاجة طبعا، ومفيش حاجة بتتعمل الا بامرهم طبعا. وبفضل الله وكرمه اللي بعرف اصوره هو الاطعام، لان بيبقى في بيتي. بالمناسبة دي اوضه النوم عندي، لان المستر بره يعني. المهم، الفكرة احنا كنا بنعمل اطعام في الاسبوع حوالي مرتين، فكل مرة كان بيكلفني حوالي من 2500 جنيه ل 3000. طبعا مع زيادة الاسعار بقت الحاجة الضعف، فبقينا احنا مقلين جدا، لان في حاجات برضو احنا ملتزمين بيها ما نقدرش نفوتها، ولا نقدر نحط حد قصاد حد، ولا ينفع نحط مثلا حالة قصاد حالة. لا، في حاجات احنا ملتزمين بيها هنلتزم بيها زي ما اتفقنا وزي ما قعدنا وقلنا هنكملها العمر كله. طبعا اصحابي جزاهم الله خير، فبرضه مش هينفع نقطع الاطعام، فبدأنا نعمل الاطعام مرة واحدة بس في الاسبوع. فبقى الاطعام بيكلفنا 5000 جنيه، يعني 4800 4600 5000 بالظبط. فطبعا من غير التغليف ومن غير الاطباق والكلام ده، فبقى الموضوع صعب جدا. اللوم دلوقتي ما بقناش عارفين نلوم حد، بس كل اللي هنقدر نقوله ان احنا لازم نعمل اخرتنا. يعني نفكر واحنا بنعمل الاطعام احنا في كرب، بس هنفك كرب حد تاني علشان كربنا احنا يتحل. ونفكر في الناس اكتر. وحاجة تانية، الإطعام أجره جميل قوي. في ناس في حياتي مخصصين بس للإطعام، يعني أنا بقيت خلاص عارفة أنت بتحب إيه. في عندي حالة محتاجة إطعام أتصل بيه، في عندي حالة محتاجة علاج أتصل بيه، في عندي حالة محتاجة عروسة أتصل بيها. فاهمين قصدي؟ كل واحد ربنا مسخره بيحب حاجة معينة في العمل الخيري، فعشان كده بيسوقك فيها، بيخليك سايق فيها وماشي فيها. فربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويجعل عملنا كله شاهد لينا يا رب. يا رب يجعل عملنا كله شاهد لينا يوم القيامة، ويجعله مقبول إن شاء الله، ويجعلنا كده دايما للغلابة، ويستخدمنا العمر كله ولا يستبدلنا يا رب. الإطعام كان 35 أسرة، مع كل إطعام برطمان عسل، علبة جبنة، كيس مكرونة، كيس ملح. معرفتش أصور المكرونة، بس هوريكم برضو في آخر الفيديو العسل اللي جبناه للناس، كان حلو جدا. بصوا دي فكرة العسل، جبنا لكل أسرة برطمان عسل 1.5 كيلو. العسل بس لوحده كلفني والله العظيم 3605 العسل والجبنة. فطبعا الموضوع كده كان كبير جدا جدا، بس مش مهم. المهم ان الاسبوع دوت سترنا الناس على قد ما نقدر بحاجة حلوة وحاجة كويسة، وكل اللي شارك جزاكم الله خير الجزاء.